بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم. سعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. اليوم الاثنين الساعة 8 مساء مباراة القمة، النادي الأهلي ونادي الزمالك على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم النسخة 131. مباراة هامة كافة جماهير مصر بتتابعها. الحضور الجماهيري بالاستاد 15,000 متفرج لكل فريق. موعد الدخول الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 7:30 مساء. عقب ذلك غلق الأبواب. خطة مرورية محكمة بهدف تأمين الجماهير وحافلات اللاعبين ذهابا وإيابا من مقر الإقامة اتجاه استاد القاهرة الدولي، وأيضا طاقم التحكيم الأجنبي. خدمات مرورية مكثفة في المناطق المحيطة والمؤدية لاستاد القاهرة الدولي لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية، وإرشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. أيضا متابعة ميدانية بالنسبة للمسطحات العلوية، وأبرزها منزل كوبري 6 أكتوبر ومطلع كوبري الفنجاري الجديد، وذلك لمنع الوقوف في مطالع ومنازل كباري. خدمات مرورية على الرصيف لتأمين الجماهير أثناء عبور نهر الطريق. التزامنا بقواعد وآداب المرور شيء مهم جدا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مع الوعي الجماهيري للمباراة.